نيجي بقى للعمليات اللي هي ميكس ما بين الاثنين، ودي من اصعب انواع عمليات الثدي، اللي هي متى عمليه بتتطرق للامرأة انها تعمل هاي النوعين من العمليات؟ لما بيكون في فقدان كبير في الوزن، فحصل ترهل وضمور في الغد. احيانا بقى بنضطر ان احنا نرفع او بنعمل بقى رفع للجلد مع وضع حشوة سيليكون. دي عملية عاوزة خبرة من الجراح، والحشوة بتتحط تحت العضلة بطريقة معينة عشان ما يحصلش سقوط تاني في الحشوة، خصوصا ان الجلد بتاع المتكممين ضعيف، ولازم المريضة تبقى فاهمة كده ان احنا لما بنحط حشوة وبنرفع الثدي وانت متكممة ما تطلبيش حشوة كبيرة، لان لو طلبنا حشوة كبيرة قوي هيفي ويت مع جلد ضعيف شويه، ومهما انا حطيتها تحت العضله هيحصل نوع من انواع الترهل، يرجع يقشط بالظبط. فلازم تبقى المريضه فاهمه ده كويس جدا جدا جدا. العمليات دي عمليات دقيقه شويه، عاوزه خبره كبيره من الجراح، اللي هي الاوجمنتيشن ماستوبكسي او رفع الثدي مع حشوات السيليكون. برضو المشاكل في العمليه دي الحاجه الوحيده اللي بتتعلق بيها هي فكره التئام الجروح، وبرضو بتكون نسبتها اقل شويه من يعني نسبه قليله من المريضه ما تخافش منها. ما فيش جرح في الثدي، غالبا 99% من الجروح بتقفل لوحدها، ما فيش منها اي مشاكل.